قال لي حيت من بعد سمعنا بلي غيديروا دوله اسرائيل الثانيه في المغرب. على الجيوش العربيه لم تخذل فلسطين، لم تفشل في فلسطين، بل قامت بالنجاح بالمهمه اللي هي اقامه دوله اسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبداو في الموضوع غادي تلاحظوا بلا شي كلمات منطق منها غير النص، والسبب هو ان هاد الناس حاكمين كلشي، وللاسف اي كلمة كتنطق في الموضوع عندها علاقة بهم كيتضربوا القنوات وممكن تعرض القناة للاغلاق. انا راه تضربت لي القناة جوج مرات بسبب هاد المواضيع ونقص لي التفاعل، لهذا كنتمنى تدعموا القناة بجيم والاشتراكات لعل وعسى يرجع التفاعل. نبداو في الموضوع. حكام العرب كيدعموا القضية الفلسطينية، او بمعنى اخر كينافقوا القضية الفلسطينية في خطاباتهم لسبب واحد فقط، لإرضاء شعوبها. وكيأسفني نقول هذا الهضره، ولكن راه الحقيقه المره هي هذه. اما في الواقع لا يكترثون لها، بل ابعد من ذلك. تعاونوا اسرائيل في تكوين دوله في المنطقه، وهمهم الوحيد الحفاظ على مناصبهم، عكس الشعوب العربيه اللي الهم ديالها الاول هي القضيه الفلسطينيه. ولو فتحت الحدود لكان كلاما اخر. مؤخرا خرج كتاب باسم وار ديال الكاتب الامريكي بوب وودوارد كيأكد كلامي وكيفضح خيانه معظم حكام العرب في القضيه الفلسطينيه، وهذا الشيء هو اللي غادي نشوفه في هذا الفيديو على لسان الدكتور ادريسي ابو زيد. وهذا الكلام قالوا قبل ما يخرج هذا الكتاب ويأكد كلامه، بالاضافه لبعض التفاصيل اللي عندها علاقه بخطوره التطبيع المغربي مع هذه المخلوقات. بصراحه شي حاجه ضرتني في راسي. الشعب الفلسطيني اللي سذاجه فينا كلنا ما تصورش اليهود يديروا دوله. وهذه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لمده 35 سنه الله يرحمه الشيخ العالمي، ياك سعد الدين العالمي، قال هذا الشعب الى من كيران هنا في دارو. قال له حنا كنا كنضحكوا يقول اليهود الجبناء يديو لنا فلسطين يديروا فيها دوله. لكن الاخطر علاش قال الشعب الاله؟ الشعب اللي راه كيعاودها. قال لي حيت من بعد سمعنا بلي غيديروا دوله اسرائيل الثانيه في المغرب، وعادك انتم تجلسوا تضحكوا وتقولوا اليهود غيديو المغرب يديروا دوله. قال حنا ضحكنا قبل منكم، واللي ضحك في الاول كيبكي في الاخر، اللي بكى في الاول كيضحك في الاخر. الصدمه الاولى انه ما تصوروش ان هاد الشرادم الجبانه تسترجي كي تيقولوا هما تسترجي تولي كيان وتنزع عليهم فلسطين. الصدمه الثانيه ما تصوروش ان الامر يتم بهذيك الوحشيه، لانه القرار 181 اللي الغرب المنافق يتدرع به لمنح شرعيه لاسرائيل، بحال القرار بحال كانوا جالسين في شي قهوه وشدوا واحد الكاطو قسموا بالموت. القرار 181 لتقسيم فلسطين دولتين، دوله يهوديه على 56% من الارض ودوله عربيه فلسطينيه على 44% من الارض. يلاه دوزوا الثمانه، انتم عندكم قطاع غزه والضفه، عندكم في الشمال اقليم جاي اقليم التفاح جيت لبنان، والاخرين عندهم الباقي. لا، الامر لما جاي يتنفذ كان وراه وراه مجازر، كان وراه هدم، وراه تحريق، اباده، تشريد، وحشيه لا تقل الوحشيه التي نراها اليوم في غزه. كانت هذه الصدمه الثانيه. والصدمه الثالثه اللي خلات هذه الشعوب تكون بهذا الشكل السلبي هي الخذلان العربي، هي الجيوش العربيه التي دخلت باسم انها جاءت لتمنع قيام دوله اسرائيل، فاذا بها دخلت لتقيم دوله. كنقول هذا الكلام وانا مستعد نمشي عليه للمحكمه، ويا ربي شي واحد يدعيني في المحكمه ويعطيني فرصه ندير مرافعه سنه بالادله والوثائق على الجيوش العربيه لم تخذل فلسطين، لم تفشل في فلسطين، بل قامت بالنجاح بالمهمه اللي هي اقامه دوله اسرائيل. وهذا الموضوع اللي بغيتوا نحولوا ليه المحاضره، انا مستعد ندير معكم فيه بتفاصيله. 7 الجيوش العربيه مصيفطين جيوش مصيفطين 35,000 جندي، والهاغانا 65,000. لا 65,000 48 65,000 الارغون والبالماخ والشترن 65,000. هادو عصابات تجمعوا 3 ديال العصابات الشرادم داروا 65,000. انتم 7 الدول العربيه تمخض الجبل فولد قمله ماشي فعرا، ولد برغوته. 35,000 كتضحكوا على الوقت، 35,000 راه الجيش المصري يديرها. بل ان الجيش المصري لوحده ماشي على العدد الديموغرافي، ديك الساعه المصريين 40 مليون، باش يكفر على الخطيئه ديالو. بريطانيا سنه 1917 احتلت فلسطين بجيش مصري قاومه 100,000 مصري. واسمعوا العار اللي ما عمركم سمعتوه، صحوا الذاكره ديالكم وصحوا معلوماتكم وصحوا البوصله. لم يفتح الانجليز فلسطين ويحتلوها باش يسلموها لليهود، يهيئوها ويسلموها لهم بجيش لهم، بل انهم جاءوا ب100,000 مصري. ديك الساعه مصر محتله، 100,000 مصري هم الذين افتكوا فلسطين من الدوله العثمانيه في الحرب العالميه الاولى وسلموها الى الانجليز. فلا اقل من هاد 100,000 يوليو غير 30,000، وست الدول الاخرى تجيب 30,000 يكونوا 60,000. داخلين 35,000 جندي، وداخلين اسالوا اي فلسطيني من هذاك الجيل شنو هي النكته المضحكه المبكيه. لما عمرهم شافوا العراقيين ما كيعرفوش اللهجات مع بعضهم، ما كاينش تواصل. فاول ما كيسمعوا كلمه ماكو، دابا ملي ولات العراق بعد
سقوط صدام كنسمعوها ماكو هي ما كاينش ماكو. اي فلسطيني تقول لك 48 ماكو ليست هناك اوامر. علاش؟ لان الفضيحه ان مدينه اللد اللي هي في واحد الموقع استراتيجي يفتح الطريق الى الرمله، ومن الرمله الى كل من عسقلان وبئر السبوع وحيفا ويافا. يافا اللي الضاحيه الجنوبيه ديالها دابا هي تل ابيب، اي الساحل الفلسطيني الحساس والاستراتيجي واللي مفتوح للعالم واللي هو نقطه القوه الاسرائيليه اليوم، واللي فيه الغاز واللي كل هذا مفتاحه من الجهه الشرقيه من جاوا اليهود. ومدينه اللد، مدينه اللد دخلها شرادي من اليهود وقتلوا الناس، فخرج الناس يهجرون. الجيش العراقي جالس كيكمل كارو وكيشربوا اتاي. وصلوا ايها الناس يا جنود العراق، لاش جيتوا من العراق باش تقاتلوا معنا؟ اعتقونا. ماكو اوامر. كانت الصدمه للفلسطينيين ما عندناش اوامر. كان الجيش العربي يدخل الى اي مدينه فيخلي سكانها، وفي الغد تصبح في اسرائيل. ولهذا نسد القوس كانوا يعيشون صدمه مثلثه. لم يتصوروا ان جماعه من الجبناء والعصابات وشداد الافاق يقيموا دوله. ما تصوروش ان الوحشيه توصل لتدمير 640 تجمع سكني تدميرا كليا ما بين قريه ومدينه صغيره ومدينه متوسطه. وفناوهم علاش؟ لان اللي قرا المشروع ديال اي استعمار استيطاني احلالي، وهذا الشيء كيشرحوا المسيري بتفصيل وكيشرحوا منير العكش بعمق فلسفي. الاستعمار الاستيطاني ماشي بحال الاستعمار العادي. فرنسا جات استعمرت المغرب، بغات تستعمر المغرب وصافي، ولكن في الجزائر كانت باغا دير استعمار استيطاني احلالي، لولا ان البلاد كبرت عليها والشعب كثير والمقاومه عنيفه. بالمناسبه يتسحب لكم في الجزائر كانت الثوره ديال 1954، ثوره فتح نوفمبر ديال مليون ونص شهيد. بغيتكم تقراو واحد 3 المجلدات الضخمه في واحد 2000 صفحه ديال علي محمد الصلابي، سميتها ثوره الجزائر، 3 المساند. راوهم ما عمر الثوره وقفت في الجزائر ولا نهار من 1830 الى 1962. وهذا الشيء اللي خلى فرنسا ما تنجحش في اباده الجزائر الشعب الجزائري وتحويل الجزائر. ولكن في الجزائر داروا استعمار استيطاني احلالي. امريكا والاوروبيين داروا في امريكا استعمار استيطاني احلالي. اسرائيل المشروع استيطاني احلالي ما خصهاش تخلي الاثر ديال الحضاره، فلهذا دمروا 600. وعندي انا شي باللائحه ماشي الكلام، باللائحه قريه مدينه نقطه واحد دي بوان اوربان كلهم دمروهم. ما قدروش يبنيو في بلاصتهم 640 تجمع، بزاف ما يمكنش. خصهم بقى القارون وعمر نوح. فشنو داروا؟ نصهم خلاوهم مدمرين الى يومنا هذا، ومنعوا مالهم يرجعوا لهم. حتى الفلسطينيون الذين بقوا في فلسطين وهجروا داخلها وسالت الحرب وجات 67 وقالت اسرائيل صافي دابا غادي نحلوا الضفه والقطاع على ما تبقى من فلسطين لنا فتحناهم كاملين، ما خلاهمش يرجعوا لهم من هذا، منعوا عليهم. وراهم خرائب، شوف في افلام وثائق خرائب تتجول فيها الكلاب الضاله السوداء، وكاين الى شي اثار استعصى عليهم في التدمير، وهذيك القبه ديال الجامع او المحراب باقا شي شويه منها، والنص بناو عليه محاوه. منها المثال اللي عطيتكم مدينه يافا، الضاحيه الجنوبيه محيت ولات سميتها تل ابيب. الصدمه الثالثه انهم ما تصوروش ان الجيوش العربيه تخونهم وتخدم. تصوروا لما جاوا لمدينه حيفا قالوا للسكان لا لا لا, لا احنا وجدنا لكم السفن، غادي تركبوا في السفن، طلعوا في حالاتكم من مدينه صيدا، اقرب مدينه عندهم في احداهم في لبنان، هو شاطئ واحد. الاستعمار اللي قسم لبنان على فلسطين، صيدا وصور بحال حيفا ويافا بلاصه. غنطلعوا لصيدا، غتجلسوا تما واحد 3 ايام بيد من سالينا مع اليهود وغنردوكم. المواطنين اللي عنده شي توب زوين خباه، اللي عنده شي جوهر خباه، شي فلوس، ولا عنده شي حنديره مقطعه قال انا غنبات في الزنقه واحد 3 ايام، دي شي حاجه، عنده شي حوايج خايبين داهم، شي كيعاودهم ليا هما باقيين حيين دابا، هما اللي كيعاودوا لك والدينا هزوا داك الشيء اللي عندهم ما يصلحش، دوك ما عند البلاستيك اللي غيتهزوك هما اللي داوهم، داك الشيء اللي زوين خباوه وسورتوا عليه، جاو اليهود داو الماريو بالحلي بالملابس بالوثائق التمليكيه بالحوايج الزوينين بالطرز الفلسطيني بكل شيء. انا واحد غادي واحد 3 ايام ديال العطله واخا ما تكونش كاع حرب، ادي شي حاجه اللي غيكرفصها فوق الرمله وفي الغابه، ادي حوايج اللي غادي يدير بهم شي الرياضه والصيده، ما غاديش يدي حوايج العرس ولا يدي المراه دي الطرز اللي جابت لها امها في العرس، ولا دير مضمه ديال الذهب، ولا الراجل غادي يهز الوراق الرسوم العقود ديال شراء الدار اللي غيدي. جاو اليهود لقاو الدجاجه بكمونه. واش خسروا على داك الشيء كامل اللي الجيوش العربيه هي المجرمه اللي دارت هذا الشيء؟
انا ما كنقول الجيوش العربي، ما كنقصد الجنود المساكن، انا كنقصد القياده السياسيه اللي فوق القياده العسكريه. فلسطين تقاوم انظمه تساهم. يا ليت بقاو عا كيساوموا. قديم هادشي قديم. اليوم يا ربي هاد الانظمه الخرابيه ما تعاونش اسرائيل. يا ربي غير ما تعاونش اسرائيل.